تنتظره في يوم السبت القادم مواجهة من العيار الثقيل على مستوى بطولة دوري زين في الجولة 12. بينما هنا صافرة لازلنا لم نتعرف على الطرف الثاني لنهائي كأس الملك العادي موسم 2025 2026. كرة اللعب إلى البوص في الجهة اليسرى. البوص إلى محمد نعيم العرضية الرأسية من تصل فيتور خطرة لوكاس. الله لا مرة أخرى لا زالت خطرة لفحيحيل أقرب وخطورتهم أكثر. ثلاث كرات إلى كرتين يتصدى لهم المدافع محمد خالد في الأولى، محمد خالد في الثانية، محمد خالد. هذه الفرصة، هذه الشراسة. محمد العاسمي توصل إلى لوكاس، هذه خطرة. أوه يا فيتور، يا فيتور مو كل مرة تحصل كرة يا فيتور. تسديدة على الطاير لمصلحة نادي فحيحيل. البوص سلمان بطران، اسلام بطران الان في كرة ثابتة بشكل خطورة على مرمى العربي، ثابتة الله، لكنها علت العرضة الى خارج الملعب. حاول فيها في القائم الاول حقيقة اسلام بطران في اللعبة الماضية في الكرة الثابتة، علت العارضة بقليل. كرة خطرة الفكرة رائعة حقيقة. كرة لعبت على طول. هاشم عدنان يلعبها طويلة أمامية بتوصل إلى محمد نعيم. شريدة في نص الملعب، شريدة إلى جهة هاشم عدنان إلى سلمان البوص بيلعب له كورة. شوف الله، التوزيع رائعة حقيقة، التوزيع رائعة جدا من سلمان البوص إلى فيتور. تفاهم عالي جدا في منتصف الملعب، بيسدد له كرة، ولكن كرة وين راحت كورته. شوف وين استلمها، هنا صددها. شوف خطورتهم وتسديداتهم وشراستهم التي تقترب شيئا فشيئا من مرمى العربي، وممكن يسجلون جول. لكن هل على المستوى البدني يظل فحيحيل في الدقائق القادمة في شوط المباراة الثاني بنفس المنوال بنفس الأداء، ولكن هناك صراع على الكرة ويبدو فيها خطأ لمصلحة إيوالا. خطأ لمصلحة إيوالا في الكرة الماضية في هذا التدخل بهذه الطريقة من جانب أيضا إسلام بطران. لكن هذه كرة فيتور حاول، لكن يبدو إيجابيا أكثر في جانب الفحيحيل بحكم محاولاته، بحكم وصوله، جرأته على الوصول أكثر. كرة لعبت الآن عرضية، العربي يحاول، ولكن هذه كرة جول. الله، أول كراتهم الحقيقية ضاعت، أول لعباتهم التي اقتربت من مرمى فحيحيل ضاعت من الدولي البحريني. لكن شوف كرة بدأت من هذا النيجيري، عمل كرة العرضية إلى كوميل الأسود بهذه الطريقة، حاول يصطاد على الطاير، لكن كرته إلى خارج الملعب. أخطر كراته لمصلحة النادي العربي يسعى من خلال كراته في كورته ولعباته، لكن أغرب إلى حارس المرمى. ولكن في هذه الأثناء الحكم الروماني ماريان بابرو ينهي أحداث شوط المباراة الأول تعادلا سلبيا نادي الكويت في مباراة اليوم. لكن هنا في هذه المباراة الثانية لنصف نهائي لهذه البطولة، لكي نتعرف على مكر ذات الشيء، لأنه حاول في كراته، حاول وأظهر نيته باختطاف كرة. الله
هذه يعني دائما المحطة هو إيوالا، يعني هو ملك الحلول، بالعربي هو ملك الحلول، هو إيوالا في ملعبه، بيلعبها إلى جهة اليمين إلى كوميل الأسود. كوميل الأسود بيلعب له كرة على طول، جول. الله أوه يا قنبر، تسليم شرعي، كانت التمريرة رائعة جدا يا قنبر. زيد قنبر ارتقى لكن لم يلامس الكرة، وبالتالي هنا إصابة بالسلامة إن شاء الله لكريستوفر جون. السلامة إلى كريستوفر جون. شوف إعادة للقطة اللي عملها كوميل الأسود، واللقطة التي أتت إلى زيد قنبر في اللقطة الماضية داخل منطقة الجزاء. ارتقى لا، لكنها كانت شوي زيادة. جون لما كان مع العرب هو هدافهم التاريخي في هذه البطولة، هو أكثر من سجل في بطولة كأس الأمم العالم لما كان لاعبا مع العربي، 13 هدف. يأتي بعده زين موسوي، وأيضا يتعادل فيها مع محمد تشراق حقيقة 12 هدف. زين موسوي، وهذه كرة ملعوبة، كرة جول، هذه خطرة، وكرة لا زالت وتصل حيل أمام منطقة الجزاء. الله، كرة كانت لسلمان بوس، ولي فحيل كانت خطرة وغريبة، لكنها لا زالت خطرة. اللعبة العرضية وتدخل على طول من سليمان عبد الغفور، وبالتالي تصل محمد نعيم في الجهة اليسرى، تلعب تصل إلى فيتور يعود بالكرة في الخلف إلى جاسم كرم، ولكن مقطوعة، تصل إلى كريستوفر جون، يلعب على المساحات والانطلاقات، تصل إلى زيد غنبر بيلعب له كرة عرضية، وكرة تلعب إلى إيوالا جهة اليسار. الآن إيوالا بيحاول يمر بالكرة، جول. زيد غنبر هدف أول عرباوي. أوه يا العربي، بكرة عرضية بملك الحلول، هو إيوالا، هو الحل إيوالا. العربي يملك الحل في إيوالا، وبالتالي وجد لهم الحل بكرة عرضية الذي حل الهدف الأول فيها، وعملنا برأسية على طول للدول الفلسطيني، هو زيد غنبر. هذا شيء من قبر الذي كان في كأس العرب مع منتخب بلاده فلسطين بهذه الطريقة، بهذا الارتقاء، على طول أسكنها الشباك في الخمس دقائق الأولى. العربي يهز الشباك، وهنا أحمد عادي يحاول يهدي، هو اللي عادل النتيجة بالظل نفسه. ما هي يزيد العربي، لكن بيزيد العربي ملك الحلول إيوالا. كرة إيوالا العرضية، وبالتالي كرة ثابتة الآن لمصلحة فحيل، بيلعبها على طول إلى وين راحت. يطالب بخطأ في احتكاك في الكرة الماضية كارلوس وحكم المباراة. طبعا هناك في فار، إذن في هذه الكرة في هذا الاحتكاك زيد على كارلوس، لكن اعتقد عادية في هذا اللقاء الآن، لأنه ما شكل خطورة بعد ذلك على مرمى فحيحيل. وكرة اللعب الآن شريدة، خطأ من الشريدة، عادت عرباوية، كوميل الأسود إلى زيد غنبر، فرصة إلى كريستوفر جون وجول. كريستوفر جون بيمرر على طول كوميل الأسود ليسعد هذه الجماهير التي أتت توازر نادي العربي، توازر الزعيم العرباوي. وبالتالي في هذه الكرة، هذه التهيئة وهذه التصديدة بنفس الزاوية التي كان متواجدا
فيها أحمد عادي يسجل من خلالها النيجيري بنفس الزاوية، حاول التصدي لها أحمد عادي، لكنها الكرة كانت قوية من النيجيري كريستوفر جون. لا جديد، 6 اللي فازوا في بطولة كأس الملعب، هي 6 فرق و6 فرص بالسلامة إن شاء الله لكريستوفر جون في هذه الطريقة بهذه الكرة. هذه هجومي بالنسبة لي نادي فحيحيل، والتدخل على طول لجمع عبود من امام فيتور في اللعبة الماضية، لكن كرة تعود الى زيد غنبر، الى كوميل الاسود بيلعبها جد اليمين، لكن اغرب الى ايوالا كرة ايوالا، عرضيات ايوالا لعباته، ولكن كرة عملها في المرمى واقرب لاحمد عادي حارس مرمى نادي فحيحيل. لابد ان تكون اساسي في فريقك، خلاص الان الامور عقود الاحتراف، ابحث عن نادي يضعك في التشكيله الاساسيه حتى تطور نفسك، اما انك تبقى بالاسم فقط في نادي العربي مثلا، يعني هذا موضوع اخر. لكن لا تقول لنا والله ليش ما اخذوني منتخب. مستوى وادائك يكمن في تواجدك في التشكيله الاساسيه. هنا احتكاك مع محمد نعيم مع كوميل الاسود في لقطه ماضيه يجعل العربي تحت الضغط. غادر ياتي بديلا للنيجيري كريستوفر جون، وبالتالي تغييرين اجراهم ناصر الشطي الان في هذه الاثناء. بالنسبه لنادي العربي كره اللعبه الان توصل، وين هذه حق وين؟ عليه ان يعرف كيف يتعامل مع هذه المباراة القوية والمباريات المتلاحقة. وهناك تدخل من رحيل، راح ياخذ بطاقة احمد رحيل، ثاني تدخل قوي على ايوالا احمد رحيل. اذا بطاقة رايح هو. الاولى طوفها، لكن الثانية استحالة انه يطوفها هذه الكرة. هذا التدخل من جانب احمد رحيل. اذا بطاقة صفراء يعني مستحقة مرة اخرى. جت البطاقة الثانية وبالتالي الحمراء بعد ذلك يا رحيل بهذه الطريقة